السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم شيماء من مطبخ زمزم وبلال. النهارده بقى هنعمل ايه روتين حلو كده، بس ايه بقى سريع يعني غرفة النوم، عشان انا عايز بس ايه فرحانة ان انا لفيت السرير. لفيته معنا ابن اختي لفه معايا يعني، بس كان الحمد لله سهل يعني. المهم انا فرحانة ان انا لفيت السرير، يعني الصراحة ده بيعمل تغيير في النفسية جامد جدا. بس ده كان روتين بسيط، بس كده ايه مسحت كده ورحت فرشت تاني الموكيتات وفرشت الملاية وبس. ده كان روتين بسيط كده في غرفة النوم، بس حبيت اوريكم ان انا ايه لفيت يعني السرير وظبطته. هنخش بقى نعمل ايه حاجة حلوة، هنعمل البريوش. تمام. هنقول بسم الله واللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا جماعه ما تنسوش تحطوا اللايك. هنوريكم بقى المقادير زي ما انتم شايفينها كده: كوبايه لبن، نص كوبايه زبده، خميره، كوبايه سكر، رشه ملح، بضايه، باكوين فانيليا، معلقه واحده بيكنج باودر. تمام. بس هنحط كل طبعا انتوا عارفين المواد السائله كلها مع بعضها. بس هنا كان في حاجه حصلت، بس مش عارفه عيب من ايه الصراحه. يعني زي ما انتم شايفين الخميره حلوه اهي، ويعني وشغاله ونشطه كل حاجه. بس المشكله والدي برضو مش مركون عندي ولا حاجه، برضو حلو يعني، مجرباه كذا مره. اللي يعني عجنت وكله زي ما انتم شايفين. نحط طبعا المواد، طبعا شايفين نحط المواد كلها السائله والبضايه وكله. تمام. انا حطيته وعملته وسبته يخمر. تمام. خمرت، بس ما خمرتش قوي. وكمان لما قرصته وحطيته في الصواني، المفروض كمان حجمه يتضاعف اكتر من كده. ما اعرفش ليه ما خمرش اكتر من كده. مش عارفه عيب بقى دقيق، عيب خميره، مع ان الخميره عندي شغاله. مش عارفه العيب فين الصراحه. بس فزي ما انتم شايفين بقى هنحط كل المكونات، وفي الاخر هنحط الزبده وهنضربهم كويس وهنسيبها تخمر زي ما انتم عارفين. تحطها في مكان دافي من ساعه بقى، نص ساعه، ساعه وشويه كمان عشان الجو ساقع. بس كده هنحطها بقى. والبروش ده الصراحه انا اول مره اعمله، يعني اول مره اعمله الصراحه، بس يعني عجبني طعمه جميل جدا، جربوه. بس وعجنتها وكانت العجينه زي الفل. بس ما اعرفش العيب فين، في الدقيق ولا العيب في الخميره، يعني ايه. مش زي مثلا اي عجينه بتسيبيها تخمر وهي في الصواني، ما خمرش الخمران مع اني سبته يعني، بس مش عارفه بقى يعني. فالعيب فين، في الخميره ولا في الدقيق، مش عارفه. المهم انا عملوا عجنته وسبتها تخمر. ما شاء الله العجينه كانت زي الفل وكانت طريه وحلوه، والمقادير دي مظبوطه ما شاء الله اللهم بارك. انا كمان زودت كوبايه لبن، كوبايه ميه مع الحليب. يعني كوبايه ميه وكوبايه حليب، ده طبعا تبع الدقيق. طب فاهمني ان كل دقيق بيبقى متغير عن التاني، غير التاني خالص. في دقيق بياخد سوائل كتير، في دقيق ما بياخدش سوائل كتير. تمام. بس قطعتهم بقى كده. دول عملوا معايا اللهم بارك 22 قطعه. تمام. 22 قطعه. ولادي كمان خدوا قطعه لعبوا بيها، قعدوا كده يلعبوا بيها. 23 قطعه. بس انا اللي خبزتهم دول 22 قطعه بالظبط. الكيلو عمل 22 قطعه. فاخدتهم بقى قرصتهم، وزي ما انتم شايفين كده قطعتهم، وبحاول اخليهم ان هم يبقوا قد بعض وبس. فطعمه جميل جدا ومسكر وعجب الولاد عندي جدا. بس هو زي ما قلت لكم ما طلعش ايه، يعني ايه، منفوش اللي هو، بس طعمه حلو وطري وكل حاجه. بس يعني هو المفروض كان يبقى حجمه اكبر من كده، يعني تضاعف اكبر من كده. بس الحمد لله عملناه بفضل الله. بس ولو وصلتوا بقى لحد هنا حطوا لايك، الله يبارك لكم ويصلح حالكم، عشان نفسي القناه تشتغل والله العظيم. وشكرا للناس المشتركين اللي دخلوا عندي جديد. ربنا يبارك لكم ويصلح حالكم ويرزقكم كده من حيث لا تحتسبوا ان شاء الله، ويحفظ لكم اولادكم. بصوا زي ما انتم شايفين بقى هناخد كل قطعه كده ونلفها ونبرمها، نفردها خالص كده، نبرمها زي البقسماط. وبعد كده هنلفها ايه كده، نلفها زي ما انتم شايفين بالظبط كده. انا مسرعه الفيديو علشان بس الفيديو ما يطولش عليكم وترضوا ان انتوا تتفرجوا عليه. دي اتقطعت عادي، هلفها من الاول وهعملها عادي جدا عشان تتفرجوا بس على الفيديو ما تزهقوش منه يعني. بس يعني انا اتعودت ان انا لازم اعمل معجنات او اي حاجه حلوه، عشان الولاد عندي بيحبوا يعني ياكلوا كده الحاجات دي، وانا صراحه بحب اشربها في الشاي برضو بدل ما نجيب من بره. طبعا الحاجه غليت، وكمان انضف من قبل ما الحاجه تغلى. الصراحه انا بحب اعمل في البيت عشان انضف من بره. بنجيب من بره ساعات، بس يعني إيه لما يكون الواحد عارف ان يعمل وقادر يعمل في البيت، يبقى احسن وانضف واوفر. تمام. بس ممكن تديها لاولادك في المدرسه كمان، حلوه جدا مشبعه ومفيده. وانت بقى مضمونه انت عاملاها في البيت بقى. بس زي ما انتم شايفين كده ببرمها كده والفها كده حوالين بقى، مفيش اسهل من كده. تمام. بس كده هنعمل بقى كله بالشكل ده، وهنحطه بقى في الصينيه. المفروض اسيبه يخمر هيتضاعف حجمه. انا بقى ما حجمه ما تضاعفش، ما اعرفش ليه. مش زي ما كل ما بعمل كل عجينه يعني واحطها مثلا وتكبر معايا، لا مش عارفه ده عيب بقى ايه، دي النوع دي. بس النوع ده حبوبه ده انا بستخدمه، مش عارفه الصراحه. بس هما كان في الاخر كان طعمه حلو يعني. بس هنعمله بقى كده وهنحطه. تمام. بس كده زي ما انتوا شايفين كده. يا بنات ما تنسوش اللايك، يعني انتوا هتخسروا ايه؟ انتوا بتتفرجوا كده، حطوا لايك، دوسوا بس على زرار اللايك. والمش مشترك يشترك في القناه عشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات حلوه والله. يعني الواحد بيبقى نفسه يعمل كل يوم فيديو، بس انا مش بلاقي تفاعل زي ما قلت لكم. مش بيبقى فيه نفسي ان انا اشتغل الصراحه.
فده زي ما قلت لكم ده شغلي، فاهميني ازاي؟ يعني انا بتعب والله، التصوير ده بيتعب جدا يعني، مش يعني اي حد عنده قناة وبيصور عارف، فاهميني ازاي؟ وطبعا اي حد فاتح قناة اكيد محتاج لدخلها، مش محتاج يعني الواحد مش فاتحها مثلا ان هو يتمنظر ولا حاجة، لا طبعا الواحد طبعا ده انا معتبراه ده شغل، فمحتاج ان هو نفسي يشتغل، نفسي القناة تكبر، فاهميني؟ ففضلا منكم وليس امرا، لما تفتحوا كده هتحطوا لي لايك اهم حاجة، وتتفرجوا على الفيديو، الله يبارك لكم. بس زي ما انتم شايفين كده، طريقته سهلة جدا، البريوش ده جميل جدا، اعملوها هيعجبوا الولاد. طعمه حلو ومسكر حلو جدا جميل يعني الصراحه، يعني عجبني انا وعجب الولاد. وبصوا بقى هنا كنت بصوا حطيته في الصواني زي ما انتم شايفين، بنسيبه بقى يخمر، هو ما كبرش عن كده، ما اعرفش ليه، ما اعرفش هل خميره بقى ولا ايه مش عارف، بس هو استوى هنا وكان طعمه زي الفل وجميل جدا. بصوا هنا كان استوى جميل وجميل ازاي. بس هنا بقول لكم ايه بقى هنغطيه، انا قلت لكم انا كنت عايزه اقول لكم ان انا قبل ما ادخله الفرن طبعا بندهن وشه ايه، بلبن، وبشويه لبن كده تدهن الوش، او صفار بيضه، وصفار بيضة او لبن، بس انا كان عندي لبن، حطيت لبن الصراحه بس، وغطيها وتدخليها الفرن، بعد ما بتطلع طبعا بترشيه ميه او ما ترشيهوش، تغطيه هو بيعرق، بيطرب زي ما انتم شايفين كده. بس عملت لهم بقى حاجه حلوه كمان، عملنا إيه عملت لهم كده حاجه حلوه وعجبتهم يعني. اتمنى بقى انتوا كمان يعجبكم، وتخشوا تتفرجوا على الفيديو وتحطوا لي لايك، وشكرا جدا لكم، ربنا يبارك لكم. وهنعمل برضو غدا كده حلو، ده القلقاس اللي انا كنت يعني هنعمل القلقاس اللي انا كنت مفرزناه معاكم، تمام. هنعمله بقى مع بعض بطريقه سهله، لطريقه والدتي الله يرحمها، يعني الطريقه اللي كل الامهات بيعملوا بيها، يعني طريقه سهله جدا، مفيش يعني اسهل من كده. انا كنت بوريكم بقى جماله وطعمه، والله خطير يا بنات، هيعجبكم، جربوا مش هتندموا، والله حلو ما شاء الله. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، الكيلو عمل قد ايه يعني، ما شاء الله اللهم بارك. يقعد معاكي بقى، عايزه تشيلي منه في الفريزر عادي مفيش اي مشكله، هتحطيه في كيس وتشيليه في الفريزر عادي مفيش اي مشكله. انا هنا كنت بقول لكم ان هو عمل 22 قطعه. بس خلصنا هنخش بقى هنعمل غدا. هنا كان الشوربه، هنحط اللحمه، القلقاس بقى بيتعمل باللحمه بيبقى حلو الصراحه، يعني احسن من الفراخ. فهنا كنت حاطه طماطم، وكنت حاطه ورق لوري، انا بطحن ورق اللوري، وبطحن كمان الحبهان، وحطيت الطماطمايه وبصلايه، وبعد كده كانت اللحمه استوت حطيت القلقاس، وهحط كمان السلق. بس هي دي الطريقه العاديه اللي معتاده، ما اعرفش انا بعمله بالطريقه دي بتاعت امي الله يرحمها، مفيش اسهل من كده طبعا. بصوا زي ما هو، بصوا السلق اخضر زي ما هو، انا بحب اللون، بحب اللون ده يكون اخضر. في ناس بتحمر السلق قوي زياده عن اللزوم، فبيديك الاخضر الغامق، انا ما بحبش الاخضر ده، بحبه كده الصراحه. وعملت شويه رز بشعريه، وعملنا كمان بسله للولاد، عشان انا كنت حاسه ان هم مش هيحبوا القلقاس، وفعلا ما كانوش القلقاس، انا اللي كلته. بس كده عملنا بسله والقلقاس هنا كان ما شاء الله استوى. عايزه اقول لكم طعمه ما شاء الله اللهم بارك حلو جدا، كان نفسي فيه الصراحه من والدتي، من زمان ما اكلتوش الصراحه، من الله يرحمها امي، لان ما عندناش محدش بياكله. فعملته بقى الصراحه، وكان طعمه تحفه جدا، ما بحبش كلمه تحفه دي، كان طعمه جميل جدا حلو. وبس ده كان الغدا بتاعنا، عملنا بسله وعملنا رز بشعريه وبس، والحمد لله نعمه وفضل، اللهم اطعم كل جائع يا رب. وبس ما تنسوش بقى اللايك يا جماعه، عشان القناه تكبر، عشان انا محتاجه فعلا القناه تكبر والله. ربنا يبارك لكم ويصلح حالكم ويديكم الصحه والعافيه يا رب، ويبارك في اولادكم، ويحفظهم لكم ان شاء الله من كل سوء ومن كل شر. اتمنى الفيديو يعجبكم تتفرجوا عليه. بس شكرا جدا ليكم. بس يا بنات ما تنسوش تحطوا لايك، وما تنسوش كمان زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات تستغفروا كتير جدا، وتحمدوا ربنا كتير جدا. السلام عليكم. نعم.